في العام الماضي ذهبت لألقي محاضرة في منطقة من المناطق، فدعاني رجل وهو مدير مكتب الدعوة وقتها هناك إلى بعد العشاء، وجلسنا معه فقال لي كلاما والله عجيبا. قال: أنا تأخرت في الزواج، أنا وحيد أمي، وتأخرت في الزواج برا بأمي، وتأخرت في بناء بيت برا بأمي. قلت: طيب كيف تأخرت في بناء بيت بر بأمك؟ قال: كان إذا جمعت مالا أعطيته والدتي، ووالدتي تقسمه على الفقراء والمساكين. يقول: يوم من الأيام جمعت مالا فجئت لها بصندوق، بل قال بكرتون، فدخلت عليها وهي تصلي، فانتظرتها حتى سلمت، فقلت: يا أمي هذا المال الحمد لله لك تصدقي فيه. يقول: فرفعت يديها وهي في السجادة. أعطيكم كلمة، قالت: أسألك يا ربي أن تجعل خمس خمسات، أن تجعل خمس خمسات. يقول: ماذا حدث بعد ذلك؟ قال: شوفوا هذه الأرض سيمت 5 ملايين وبعتها، فتراجع الرجل الذي اشتراها، ثم جاء التثمين ب25 مليون أو قال أكثر من ذلك، وبدأ يعدد لي، ليست قصة واحدة حتى تقول موافقة 5 خمسات. يقول: كل أغلب بيعاتي وربحي تجي 5 في 5، أرباحي 5 في 5 من دعوة هذه الأم. ثم بنى بيت وتزوج، وأصرت أمه على أن تتزوج، ورزقه الله بنين وأولاد ومال وفير عظيم. فيا إخوان، بر الوالدين ليس بالأمر السهل، وبخاصة بر الأم، لأن الأب غالبا يأخذ حقه، لكن الأم مستضعفة. ولذلك أي الناس أحق ببر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال: أمك ثم أمك ثم أمك، ليس لأن الأم أفضل من الأب كما قد يفهم البعض والله أعلم، لا، لأن الأم مستضعفة وهي التي بحاجة أكثر، وعنايتها وتعبها حملا ووضعا أشد، فجاء العناية بها والاهتمام بها، بينما الأب قد يأخذ حقه أو يصرف نفسه والله أعلم.